تعالوا بقى هنعمل البوظة مع بعض كده. اللهم صل على سيدنا محمد. خليكم معايا دلوقتي. بدأنا بقى في البوظة بتاعتنا عشان اوريها لكم. بصوا القوام، بصوا الجمال والحلاوة. هنمشي بالخطوات دلوقتي مع بعض ونشوف البوظة دي عملناها ازاي. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. تعالوا بقى هنشوف البوظة دي دلوقتي احنا عملناها ازاي. بس انا بوريكم القوام خفيف خالص. بصوا خفيفة ريشة في الكوباية عشان هي ناجحة معانا ومشينا بالمكونات بتاعتها طبعا، وكل حاجة ناجحة فيها. طبعا البوظة لما بتبقى ناجحة معانا بتبقى خفيفة جدا. أنا طبعا حطاها في كوباية خفيفة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. حبايب قلبي هنمشي بالخطوات دلوقتي ونشوف البوظة دي عملناها ازاي مع بعض. بص القوام، انا بوريك القوام بقى ما شاء الله خفيفة جدا. تعالوا بقى كده نشوف المكونات مع بعض، يلا بينا. دلوقتي حطينا حلة على البوتاجاز، طبعا الحلة فاضية مفيهاش حاجة، الشمس بس اللي ضاربة فيها من الشباك بتاع المطبخ كنت فاتحاه. معانا هنا طبعا مية مغلية من الكتل اهيت هنحطها مع بعض. المية دي طبعا مغلية. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كوباية معانا. هنمشي بالمكونات كده مع بعض عشان ايه ما تلخبطوش. ادي تاني كوباية معانا من المية المغلية، وادي كمان نص كوباية. يبقى كده حطينا كوبايتين ونص مية مغلية من الكتل. دلوقتي هنحط كوباية دقيق مع معلقة نشا في قلب كوباية الدقيق دي. مدوبة معلقة نشا يعني دقيق عادي خالص، دقيق بتاع اللي هو الزيرو. اللهم صل على سيدنا محمد. حبايب قلبي لو وصلت معايا لحد كده، لايكاتكم واشتراكاتكم فضلا ليس امرا. وشيروا فيديوهات هاني من البيت فضلا ليس امرا. يا ريت زرار النجوم تحت الفيديو، يا ريت بقى كده تدعموني بالنجوم بتاعتكم حبايب قلبي، عشان في مهمات مطلوبة مني على صفحة الفيسبوك لازم اعملها. دلوقتي حطينا زي ما قلت لحضراتكم كوبايتين ونص من المية المغلية. هنحط كوباية دقيق مع معلقة نشا. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي كوباية الدقيق معاها معلقة نشا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب المضرب السلك بقى ونقلب. طبعا البوتاجاز قايد لغاية ما معانا العجينة البتاع اللي احنا المكونات اللي حطيناها دي لغاية ما تطيب معانا على البوتاجاز. هنقلب كده بقى. بصوا هنمسك الحلة ونقلب. بصوا تقلت ازاي بقى. بصوا كوبايتين ونص مية مع كوباية الدقيق. بصوا اهي تقلت. احنا هنحاول نزود نص كوباية تاني من المية المغلية برضو، عشان ايه لقيتها برضو تقيلة، عشان المضرب يمشي معانا واحنا بنقلب. فاحنا هنزود شوية تاني. بصوا حوالي نص كوباية تاني كده عشان المضرب يمشي معانا واحنا بنقلب كده الحلة، عشان لقيتها تقيلة. هنقلب بقى كده المكونات بتاعتنا دي كده بالمضرب لغاية ما تستوي معانا. هي خلاص كده طبعا المية كانت مغلية وهي استوت كده معانا بالفعل. بصوا قوامها ما شاء الله. هنضربها في الخلاط وهنزودها مية ساقعة وهنضربها في الخلاط دلوقتي. هنجيب بقى شوية مية ساقعين كده دلوقتي، بس بقلبها تقلبتين كده. ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا مية ساقعة عشان بقى نفكها من بعضها بقى واحنا بنضرب. لازم نحط المية الساقعة دي. حاطين حوالي كوبايتين كده مية ساقعين، ومعانا معلقة خميرة فورية حطيتها في الكوباية الإزاز اللي انتوا شفتوها دي ودوبتها مع معلقة سكر، واحطها تخمر بقى في الكوباية قدام في الريحة كده لغاية ما نضرب طبعا في الخلاط ونيجي. طبعا هنجيب شفشق الخلاط دلوقتي اهو. حطيت كده نص الكمية في شفشق الخلاط. هضربه طبعا وارجع تاني اهو. اول كمية ضربناها. التانية هنحط بقى المعلقة كوباية الخميرة اللي احنا حطيناها والسكر. ادي حطينا الخميرة وحطينا كوباية ونص سكر وحطينا الخميرة اللي احنا كنا مدوبينها. خلصنا كده ما شاء الله. والسكر حسب الرغبة، انا حطيت كوباية ونص حسب رغبتكم بقى. دلوقتي حطينا كيسين فانيليا في اللقطة اللي فاتت وقلبناهم. معنديش مية زهر طبعا، حطيت فانيليا. وادي القوام بعد ما خلصنا خالص. بصوا بقى ناعمة وكريمية خالص. بصوا ما شاء الله.
على فكرة أنا ضربتها كويس جدًا وصفيتها برضه، عايزين تصفوها ماشي، مش عايزين لو أنتم ضربتوها كويس جدًا مش محتاجة إنكم تصفوها. بُصّوا ناعمة خالص وcreamy إزاي، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هنسيبها ترتاح بقى، نغطيها شوية كده ونسيبها ترتاح وارجع لكم تاني. أهم حاجة نسيبها ترتاح ربع ساعة لغاية ما تخمر بقى كده مع نفسها كده شوية. هاجيب حاجة بقى أغطيها كده شوية واسيبها إيه لغاية ما تخمر، وبعد ما تخمر هارجع لكم تاني وهنشوف الخطوة اللي بعد كده عشان نشوف طبعا البوظة بتاعتنا. هنشيل كده المغرفة بتاعتنا كده وهنسيبها بقى ترتاح ربع ساعة وارجع لكم تاني عشان نشوف البوظة بتاعتنا بقى. اللهم صل على النبي. بصوا ما شاء الله ملت بقى، ما شاء الله مليتها خلاص، ملت الطبق اللي احنا كنا حاطينه فيها. بصوا ما شاء الله خمرت وبقت خفيفة ازاي. هنصبها دلوقتي في الكوبايات، هي لسه هتسقع، هتتحط في التلاجة تسقع. طبعا اما تسقع بقى كده بتبقى طعمها فريش وبيبقى طعمها جميل جدا. احلى مشروب ممكن تعمله في الصيف والله. مشروب البوظة ده منعش جدا في الصيف وجميل جدا. طبعا البوظة طبعا بتطهر البطن وفيها فايدة كبيرة للجسم جدا. بصوا بقى، بصوا خفيفة ازاي وانا بنزلها، بصوا خفيفة خالص وانا بصبها في الكوباية عشان هي ناجحة معانا وعاملينها بالخطوات كلها ناجحة معانا. يا رب لو وصلتوا معايا لحد كده تكونوا بخير يا حبايب قلبي، ولايكاتكم واشتراكاتكم فضلا ليس أمرا. ويا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايب قلبي وشيروا فيديوهات هاني من البيت فضلا ليس أمرا. أحلى بوزة عملناها ما شاء الله بخطوات سهلة وبسيطة، كل الخطوات من البيت، ما جبناش حاجة من بره، بخطوات سهلة جدا جدا جدا. وأحسن بوظة عملناها في البيت من كوباية دقيق، عملنا كمية ما شاء الله، كمية ما شاء الله كبيرة. بصوا ما شاء الله، لايكاتكم واشتراكاتكم.